سلام ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. اليوم راح نديروا مع بعضنا منشتو بطريقة مميزة راح يحبوه صغار وكبار. فقط تابعوا معايا المراحل للأخير. ما تنسونيش بالإعجاب والاشتراك في القناة. فرجة ممتعة. هني جبت كسرونة فيها الماء، حطيت فيها كمية من المنشتو بعد ما كنت نظفته وقطعته بهذه الطريقة. حطيته في الماء وراح نجيب هنا كمية من الملح، يعني شوية فقط من الملح كما تشوفوا. راح نحط عليها ونحط على النار حتى يطيب هذاك المنشتو، يعني يدخل لها طياب مليح. فهمتوني؟ يعني مش تخليه يغلي شوية وتطفي عليه، لا، حتى يطيب معاك. مرحلة ثانية هنا بعد ما حطيت المنشتو على النار، حطيت هنا عندي زوز حبات من الزرودية كنت قطعتها بهذه الطريقة. عندي حبة من البطاطا، عندي شرائح من البصل، هني حبة بصل كانت متوسطة الحجم كنت قطعتها شرائح، وعندي نصف حبة من الباذنجان. بالنسبة للخضر، أي خضرة أنت تحبي تضيفيها، مثلا قادرة تضيفي جريوات اللي هي القرعة أو المعروفة بالكوسة، كذلك حتى هي تقطعها. بالنسبة لهذه الخضرة كامل راح نقلها، يعني راح نقلهم كل هنا. كما قادرة يعني تستغني على الدنجال، اللي ما يحبش الدنجال أو السنارية أو أي حاجة، المهم تقلي انت وش حابة من الخضرة تقليها. بالنسبة للمنشتو شوفوا بعد ما طاب، هني كنت صفيته من الماء نتاعه، يعني بعد ما طاب ودخل له الطياب مليح، راح نجيب مقلة ونحط فيها قطعة من الزبدة. قادرة ما ديريش الزبدة، انا راح ندير قطعة من الزبدة ومغرف من الزيت، وراح نحمر كامل هذه ما نشتو، يعني كما نقولوا راح نقليه. راح نقليه كامل حتى يكسب هذاك اللون، يعني تبدل اللون نتاعه كأنه راهو مقلي حتى هو. فقط نبقى نحمر فيه بهذه الطريقة على نار تكون متوسطة. كما قلت لكم ديروا زبدة وزيت او ديروا زيت وحده. هنا عندي نصف حبة من الطماطم كنت قطعتها بهذه الطريقة، راح نضيفها ونخليها حتى هي تذبل معنا وتجمر شوية. بالنسبة للمرحلة هذه شوفوا هني عندي يعني الخضرة كنت قليتها، البطاطا والسنارية كنت قليتهم، والإضافات راح تكون درت غليت حبتين من البيض، عندي كاشير، عندي زيتون أخضر، عندي زيتون أكحل، وعندي 3 قرون من المنقوع، احنا نقولوا له منقوع، الفلفل المخلل. وعندي وحدة تاع طون، هذه طون بالطماطم. انت قادرة ديري طون عادي، طون يعني بالزيت لكن تنحي له الزيت نتاعه، انا استعملت تاع الطماطم. او كما قادرة تستعملي يعني دجاج يكون طايب، تفتتي حتى هو يعني في بلاصة الطون. هذا المنشتو شوفي بعد ما طاب وتجمر معنا هو والطماطم، راح نضيفها لهذيك الخضر المقلية. أكلة سهلة وبالخف راح توجد معك وطعمها رائع. روح هنا قطعت هذاك المنقوع، كما قادرة ديري الفلفل الأخضر، يعني إذا حبيتي ديري الفلفل الأخضر اضيفيه مع الطماطم باش حتى هو ياخذ لون ويتجمر. راح نقطع هذيك حبة البيض، والحبة الثانية راح نخليها للتزيين. ضفت هذه المكونات. كما قادرة تضيفي فرماج، يعني فرماج تكون تقطعيه أو فرماج ربيه تربيه وتحطيه فيها. وراح نضيف هنا الطو، كما قادرة تضيفي ملعقة صغيرة طماط، عفوا، هريسة.
لمحبي الحار. راح نخلطهم كامل مع بعضهم، يعني ندمج كامل المكونات مع بعضهم. وراح نضيف ملعقة كبيرة من الخل باش يعطيها هذاك الذوق تاع الحموضة، بما ان الحوايج كلها راهي مقلية. انا راح نكمل الخلطة كامل ونحطها في صحن التقديم. هني شوفوا بعد ما حطيتها في صحن التقديم زينتها بحبة من البيض وقدمتها مع سلطة مشكلة. راح يكون يعني فطور أو عشاء كامل، وراح يحبوه أكيد الصغار تاعكم. ما تنسوش تجربوه وتحكموا وتقولوا لي رأيكم فيه. وفي الأيام المقبلة بإذن الله راح نعطيكم قداش طريقة لتحضير المنشو. ما بقالي في الأخير غير نقول لكم سلام وشهية طيبة.